السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونرجع بقى بعد البيانات والتصريحات وكله دب في كله واستنينا وهدينا مرضناش نعمل بقى فيديو كل شوية وايه ومش عارف ايه. لا استنى نفهم الموضوع، نفهم الموضوع رايح لفين، السكة رايحة لفين. بعد كده نطلع نتكلم بأول حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد مباراة قمة طبعا قلق ومش عارف ايه وهنا بيقولوا الاهلي هيهبط الدرجة الرابعة، وهنا بيقولوا مش هيحصل، وهنا يقولوا ماتش هيتعاد وقصة وكل ليلة وكل واحد بيطلع بكلمة. وفي الاخر الاهلي يوم السبت الساعة 2 الظهر طلع بيان بيشكي فيه الرابطة واتحاد الكرة للاتحاد الأولمبي، الاتحاد الأولمبي المصري. تمام. بعديها بساعة على طول الاتحاد الأولمبي يرد على الأهلي. تمام، زي ما انتوا شايفين بيان الأهلي في الفيديو وبيان برضو الاتحاد الأولمبي في الفيديو برضو. هجيبلكوا بيان اتحاد الرابطة بكل حاجة، كل حاجة تلاقوها في الفيديو. راح اتحاد الرابطة رد على الأهلي وقال ان هو هيدي للجهات المختصة الشكوى، وان هو قبل ماتش بيراميدز هيبقى الرد موجود. طب تمام. الرابطة بقى تعمل ايه؟ راح طالعة بنتائج الجولة، ومن ضمنها نتائج مباراة القمة اللي هي اصلا مطلعتهاش من بعد الماتش على طول، لا لسه مطلعاها النهاردة. ان الاهلي خسر 3-0، وان كمان تم ان انسحابه هيتخصم منه 3 نقط في اخر الموسم. ده زي الانسحاب العادي. بس كده والموضوع يقف كده؟ لا، الاهلي بعد الفطار على طول مطلع بيان تاني يرفض كل القرارات اللي قالها اتحاد الرابطة اللي هو طلعها في البيان بالخصم 3 نقط، وبين ان الاهلي انسحب من الماتش اصلا. وكتب في البيان بالحرف ان هو ما انسحبش من مباراة القمة، وان هو ما خالفش اي قواعد، وان هو عنده ملفات ان هي معاه الحق في ان هو يلعب الماتش بحكام اجانب مش بحكام مصرية، والرابطة نفسها اللي قايلة كده. معنى كده بقى ان الموضوع كله في ايد الاتحاد الاولمبي، اللي هو الاصول هو اللي هيحكم بكل حاجة، سواء الماتش هيتعاد الماتش مش هيتعاد، ان الاهلي ينزل عليه عقوبة مالية او مش مالية او ايا كان ايه. هل بقى كل الكلام ده ايه اللي هيحصل؟ بالبيانات اللي طالع بها النادي الاهلي والكلام اللي طالع من الرابطة، كل اللي باين ان الاهلي هو اللي كفته اقوى، والاهلي هو الاقوى، ان هو بيتكلم وانه يقول ان انا معايا مستندات. اكيد النادي الاهلي مش هيطلع يقول